الذكاء الاصطناعي صار خطر على البشرية. هاي شنو هاي؟ السلام عليكم. اليوم حبيت اصور المقطع وانا واقف قلت شوية غير، بس قبل ما نبدأ لين عندك تشارك القناة لان ما بقى شيء وادخل 1000 مشترك. فش منتظر؟ يلا شارك القناة وطيح صديقك او انت صديق صديقتك وهيجي يعني انا استفادت وشكرا. أول شيء خلونا نفهم شنو هو الذكاء الاصطناعي. هو ببساطة برامج حاسوب تشتغل بذكاء، يعني تتعلم وتفكر وتجاوب مثل ما الإنسان يسوي. الذكاء الاصطناعي موجود بكثرة، مثلا لما تستخدم فلتر مال تيك توك أو سناب هذا ذكاء اصطناعي، أو من تكتب بالكيبورد ويكمل الكيبورد الجملة هذا ذكاء اصطناعي. وهسه الشركات العالمية جاي تستخدمه حتى بالطب والسيارات وبغير أمور. يعني تخيل نفسك إنه أنت جاي تتمشى بالشارع وتلقى سيارة سوق بدون سائق. هسه احنا فهمنا شوية من الذكاء الاصطناعي، وهسه راح نروح للإيجابيات والخطورة اللي موجودة بالذكاء الاصطناعي. أول إيجابية، تخيل نفسك إنه أنت جاي تشتغل شغلة وهاي الشغلة طول 3 ساعات، بس إذا جبت الذكاء الاصطناعي يخلصها إلك ب3 دقائق. ثاني إيجابية إنه الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدك حتى بالدراسة، ويقدر يساعدك حتى إذا تيجي تتعلم لغة جديدة. مثلا إذا أنت جاي تدرس رياضيات وما عرفت شيء تحله، تجي للذكاء الاصطناعي يقول لك السلام عليكم، وراح جاوب يقول لك وعليكم السلام. راح تقول له عادي يعني عادي إنه أنت تعلمني. ما تقول له عادي، قل له علمني ومعي وجهه وراح يعلمك ما عليك. أنا عملت إيه؟ الله العظيم! وثالث إيجابية، الذكاء الاصطناعي جاي يستخدمونه حتى بالطب. يعني مثلا إذا أنت دكتور، أنا مو دكتور ترى، يعني أشرت نفسي يعني أنا مو دكتور. وثاني إيجابية، إذا أنت شنو الدكتور راح الذكاء الاصطناعي يساعدك. وموجودة مجالات هواية بالطب عن الذكاء الاصطناعي. مثلا إذا أنت تحب الرسم أو أنت تحب الشعر راح الذكاء الاصطناعي يساعدك. مثلا إذا أنت عندك رسمة ببالك تريد تسويها، الذكاء الاصطناعي يعطيك خطوات وانت ابدي سويها. بس اذا كنت رسام مبدع يعني وما تحتاج خطوات فانت هم موجوده، بس قل اعطيني رسمه راح يعطيك رسمه وارسم. وهم اذا كنت ترسم لي ترى خطي يعني. تخيل نفسك انه انت طباخ وجاي تشتغل بمطعم، ويجي صاحب المطعم وجايب روبوت وياه ويقول لك انه هذا الروبوت راح يشتغل بدالك ويطردك. هنا انت تجيك الصدمة والصاعقة، هاي شنو؟ واذا انت كنت تشتغل صايغ فامسح ايدك من هسه بالصابونة للمستقبل راح تبطل، صدقني راح يجي روبوت وهو يظل يوصل الناس. تخيل نفسك انه انت قاعد يم اهلك ومرتاح ومطمئن، فجأة يجيك اشعار على موبايلك انه انت موجود بمقطع او سوالف انت ما مسولفها. هنا انت اكيد راح تصدم، بس لا تنصدم لان هذا ذكاء اصطناعي. بس انت شلون راح تقنع اللي موجود يمك انه هذا ذكاء اصطناعي؟ وللاسف هذا الشيء موجود بكثرة حاليا وصاير ترند اصلا، والناس صايرين يقدرون يسوون اي مقطع هم مفكرين به. مثلا انه مفكر واحد جاي يركض ويحكي حكي هو يريده بباله راح يسويه، ويقدر بس يكتب كتاب ويصير. وشوفوا هذني كم مقطع. أول مرة الكاميرا تسيبني أتكلم. أخيرا اتكلمت. لا تتحمس، هذولا لسه ما يتكلمون. جيمس say it. أنا جيمس تعلمت أن أتكلم. هذني المقاطع اللي انت شفتين هذني مقاطع ذكاء اصطناعي. يعني تخيل دول مو بشر، يعني ما اعرف اذا احنا طورنا من جاي راح يجي واحد يصور علينا هيك مقاطع، مستحيل هيك راح بروحنا بيه. الذكاء الاصطناعي ما وصلت بيه انه مثلا يسوي مقطع عنك او يسوي صوت عنك، مو بس هالدرجه. الذكاء الاصطناعي وصلت بمرحله انه يعرف كل شيء عنك. تخيل نفسك انه انت يوم من الايام تدخل الجوجل وتلقى معلوماتك كلها عنك، وانت تصدم انه ذي المعلومات ياها جايبين ومنين جايبين، يعني معلومات حتى انت بنفسك ما تعرفهم. تخيل مثلا انه انت يجيك اشعار عن معلوماتك وكل شيء جاي يسويه حاليا. هالشيء اكيد راح يصدمك، وهذا الشيء هو موجود حاليا. فللاسف الذكاء الاصطناعي جاي يصير خطر كلش علينا. تخيل وياي هسه يجيني واحد يقول لك كل شوي، يقول لك تخيل ايه كل شوي جيت بطقت ببالي يقول لك هيك. الذكاء الاصطناعي اذا طور وقام يبرمج نفسه هاي الكارثة. يعني شلون؟ انا اقول لك هسه تعال ركز وياي وخلي كل بعقلك وشنو ببالك وياي. تخيلوا انه اكو ريبورت يفكر ويسوي ويبرمج اي شيء بنفسه،
وهذا الروبوت اذا فكر انه الانسان خطر رح نبيه. هسه يجيني واحد يقول احنا شلون رح نبيه؟ هو مجرد يعني آلة او مجرد هو مثلا روبوت، ماكو اي شيء خطر، مو مثل ما انت تفكر. لان الروبوت اذا قام يبرمج نفسه هنا مشكلة كلش قوية علينا، واذا شاف الانسان خطر راح يتخلص علينا قد ما يقدر، راح يتخلص علينا. الذكاء الاصطناعي قام يسوي كود للهكرية، لا من صدق رح نبيها. اذا قام يبرمج من نفسه واذا قام يسوي كود للهكرية، لا هذا هيجي اروح في المريخ احسن لي. هسه تعالونا للموضوع الكلش مهم. الذكاء الاصطناعي بهاي الفترة قاموا يستخدمونه للعاطفية. شلون؟ تعالوا افهمكم. هذا احد برامج الذكاء الاصطناعي. البرنامج هذا فكرته انه انت تسأله اسئلة ويجاوبك، ويقدر حتى يتواصل وياك ويصير نفس صديقك. هنا الناس قامت تسولف وياه وتهمل نفسها. يعني مثلا اذا واحد مثلا عنده شغله يروح يكتبها للذكاء الاصطناعي ويظل يسولف وياه ويدور عاطفيا ويسولف سوالف مال حب وهذا، يقول له انا احبك للذكاء الاصطناعي. تخيل، فقام يفرغ عاطفيته بالذكاء الاصطناعي. وهذا الشيء كلش خطر علينا، لان اذا تعلق بالذكاء الاصطناعي وبالاخير هو مو انسان، لا انا راح بيها كلش. فالناس فاهمه الذكاء الاصطناعي كلش خطأ. يعني انت تروح تستخدمه للعاطفيه، شنو الفائده؟ وشنو الفائده انه انت تسولف ويا واحد اصلا هذا ما موجود ومجرد برنامج؟ فاذا انت تعلقت بالذكاء الاصطناعي هنا المشكله، لان انت تعلقت بشخص اصلا ما موجود. هو مو شخص اصلا، هذا برنامج، يعني شيء ما موجود اساسا. فاريدك تفكر زين انه هذا الشيء راح يضرك نفسيا وابتعد عنه احسن لك. واريد اسالكم سؤال بالاخير، اذا انت مثلا عندك روبوت وهذا الروبوت تقدر تستخدمه بالافكار اللي انت تريدها، بشنو راح تستخدمه؟ اكتب لي بالتعليقات. وبس والله وصلنا لنهايه المقطع. اريد رايك بالتعليقات عن المقطع، واشوفكم في المقطع القادم. لا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامه.